مكان في قلب القاهرة اتقال انك لو دخلت لوحدك ممكن ما تخرجش منه سليم. المورستان أقدم مستشفى لعلاج الأمراض النفسية في العالم. زمان لما كانت أوروبا بتشوف المرضى النفسيين كأنهم ملعونين أو ملبوسين وبتحرقهم وهم أحياء، الحضارة الإسلامية كان عندها منظور مختلف تماما. السلطان قلاوون قرر إن هو يبني مستشفى، بس مش زي أي مستشفى، ده مكان بيوفر العلاج والرحمة والاهتمام. المورستان ده مكان كان بيجمع بين الرعاية الطبية والنفسية، وكانوا عارفين وقتها ان المرضى النفسيين محتاجين بيئة نظيفة وصحية. عشان كده السلطان اختار اقل مكان في القاهرة فيه بكتيريا وفيروسات بطريقة عبقرية جدا، وهي انه وزع قطع لحمة في شوارع مختلفة، واخر قطعة لحمة فسدت هناك بقى بنى المستشفى. المكان ده ما كانش مجرد مستشفى عادية، ده كان نموذج للرعاية الكاملة. المرضى كان عندهم ملابس واكل، وكانوا بيناموا في غرف مغطاة بالقماش والجلد عشان الحجارة ما تأذيهمش، وكمان كان في حمام سباحة بمية كبريتية عشان يسترخوا، وحواف الحمام دوت كانت ناعمة عشان محدش يضر نفسه. والأكثر إثارة بقى على مدار 24 ساعة كان في قراء بيقروا قرآن للمرضى عشان يهدوا أعصابهم. ده غير إن المستشفى كان فيه نظام خصوصية متكامل لكل مريض. في الوقت اللي كان فيه المورستان بيرفع من قيمة الإنسان ويعامل المرضى النفسيين بإنسانية، أوروبا ما كانتش تعرف حتى يعني إيه مريض نفسي. اسم المورستان نفسه اتحول من كلمة فارسية اسمها بيرمستان اللي معناها مستشفى. تخيل لو الحضارة الإسلامية فضلت ماشية بالنهج ده، كان زماننا فين النهاردة؟ تخيل بقى